تفضل أخ سامي. سامي الشيباني، قناة الإخبارية. سعادة اللواء، بخصوص بعض الجنسيات يوجد في بلدانهم حروب ومناطق غير آمنة، هل تشملهم أو يتم تصحيح أوضاعهم يكتفى بهم تواجدهم في المملكة؟ السؤال الثاني بخصوص هل هناك مناطق مركزية من ناحية المنطقة الغربية مسؤولة بترحيلهم، المنطقة الوسطى، مناطق المملكة، هل يكون في منطقة معينة في مثل المنطقة الغربية تصب في جدة أو مكة، المنطقة الوسطى تصب في الرياض، هل هناك تم تحديد مناطق معينة أو جميع المناطق؟ لا، الحملة شاملة لكل أنحاء المملكة في كافة المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر، ما في استثناءات إطلاقا يعني. كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الحملة متواجدة في كافة هذه الأماكن ومعنية بتنفيذ ما يخصها. الجهات الأمنية كذلك، إدارات الوافدين وإدارات الجوازات أيضا يعني موجودة في كل هذه الأماكن. ليس هناك الحقيقة ما يبرر لأي أحد الحقيقة التأخر أو عدم يعني الاستفادة من هذه المكرمة الملكية بالمهلة اللي أعطيت لمدة 90 يوم. والجهات طبعا سواء الأمنية أو الجهات الحكومية ستتابع الجميع في كل مكان. أنا بترك سؤالك الأول أيضا للمقدم أحمد يجاوبه بحكم الاختصاص. تفضل. وزارة الداخلية تفصل مع أصحاب كافة البلدان صراعات، مثال الجنسية السورية واليمنية أتاحت لهم تمديد السيارة حتى انتهاء الأوضاع في بلدانهم، ولكن من كان مخالف من تاريخ الإعلام يجب أن يتم تسيير وضعه من قبل إقامة انتهاء الرجوع لصاحب العمل أو التقدم إلى الجوازات لدراسة وضع. الحملة لم تستثني أي جنسية، ومن كان لديه ملاحظة من هذه الجنسيات التي ذكرتها أو لديهم صراع في بلدانهم التقدم إلى الجوازات لدراسة وضعهم وما يترتب عليه.